في ناس بتستسهل تستخسر، واخدين الاستخسار مبدأ في حياتهم. في فترة من الفترات جمعني شغل بشخص أنا بعتبره مثل أعلى ليا وقدوة، يعني كنت بعتبره مثل أعلى وقدوة قبل حتى ما يجمعنا الشغل سوا يعني. فتخيل بقى لما حد أنت بتحبه وشايفه حاجة كبيرة جدا بيجي يقول لك تعالى عشان نشتغل مع بعض، طبعا سعادتك هتبقى مضاعفة، وهتبقى الدنيا مش سايعاك، وهتشوف كل التاسكات اللي هو بيكلفك بيها هي مهمات لازم تتم كأفضل ما يكون. ليه؟ عشان غير إن ده شغل فأنت كمان بتحب الشخص ده، فلازم مجهودك في ساعتها هيكون مضاعف. هو ده اللي حصل. زي اي شغل في الدنيا انت بتتكلم في مجموعه مهمات وبتعمل المهمات دي، وبعد كده بنكون محددين وقت معين وتارجت معين لازم يتحققوا. اول مهمه شغل كلفني بيها حدد فيها تارجت معين في توقيت معين. الحمد لله عملت المهمه دي بنسبه 100%، 100% مش اقل، وعملته في وقت اقل كمان من اللي كان طالبه مني فيها. فطبعا الفرحه مش سايعاني، فجريت عليه وانا فرحان ومبسوط بقى، يعني رايح بقى مفتخر قدامه، يعني اتفضل ادي المهمه بتاعتك اهو. قلت له احنا عملنا كذا 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 كذا. كنت متوقع ان هو برضه يطير من الفرحه يعني ويقول لي شكرا وبرافو وبتاع، بس ما حصلش. استقبل الموضوع عادي جدا ومنتهى العاديه يعني. يعني تمام، كويس كويس كويس. ايه كويس دي؟ ما فهمتش يعني. لما شافني مستغرب كده من غير ما اتكلم يعني، راح جه قال لي ايه؟ قال لي كويس برافو احنا عملنا يعني كويس جميل كويس. بس لو كنا كمان يعني ايه زودنا عليه كان يبقى عظيم. قلت له لا ثانيه واحده، احنا عملنا اكتر، احنا عملنا المطلوب بالظبط، انت طلبت كذا وعملنا كذا. قال لي تمام ما قلتش حاجه، بس يا سلام بقى لو كنا كمان عدينا المطلوب ده. قلت تمام ماشي، يعني جايز الراجل سقف طموحه عالي جدا او ملوش سقف يعني في الطموح بتاعه، وجايز ان الموضوع بالنسبه له ايه يعني، كان نفسه تمام حلم كان عنده يعدي التارجت، اوكي تمام مفيش مشكله. بس اكتشفت لا، اكتشفت ان كلمه يا ريت لو كنا، يا ريت لو كنا دي لازمه عنده، لازمه عنده بتتكرر بعد ما بنحقق اي تاسك. يعني بيحط لنا تاسك معين بنحققه زي ما هو عايز بالظبط، يقول لك يا سلام لو كذا لو كذا لو كذا. بقت كلمه لو كذا دي هي دايما موجوده في ردود افعاله على اي نجاح لينا، لدرجه ان انا عشان ارضيه بقيت كل ما هو يحط تارجت احط من تارجت اعلى منه خلاص واحققه. يعني انبسط بقى يا عم، ما انا هو عديت اللي انت عايزه. الاقيه برضه بيقول يا سلام حلو جدا، بس يا سلام كمان لو كنا ضغطنا نفسنا اكتر. قال لا. استمرينا على الوضع ده كذا سنه، ولا مره فيهم سمعت اشاده منه صافيه وواضحه وصريحه على شغلي، او انه يقول لي مثلا برافو او تمام او احسنت او حققنا اللي احنا عايزينه. دايما كان في كلمه يا لو كذا يا لو كذا يا لو كذا. انفصلنا وظيفيا بعد كده بسبب ظروف الحياه المختلفه، لكن فضلت علاقتنا انسانيا موجوده زي ما هي. فجمعنا كده موقف قريب او يعني مناسبه كده جمعتنا قريب، فسالته بشكل مباشر قلت له ليه حضرتك عمرك ما قلت لي كلمه احسنت او برافو او تمام او تسلم ايدك او جدع او تمام؟ يعني ليه دايما كان دايما رد فعلك بالنسبه لاي نجاح بحققه او تارجت بحققه او بنفذه منقوص ناقص؟ ليه دايما كده؟ يعني ايه السبب؟ رد عليا رد بصراحه انا كل ما افتكره استغربه، بس في الاخر فهمت ان هي مدرسه ناس كتير جدا بتتعامل بيها. قال لي دي مدرسه في الحياه وفي التعاملات وفي الشغل في كل حاجه. مدرسه انك انت ما ينفعش تحسس الناس اللي معاك ان هم عملوا اللي عليهم 100%، لازم يبقى في حته ناقصه، ولازم تحسس اللي قدامك ان في حته ناقصه عشان يفضل الشغف عايش ما يموتش، وعشان يفضل رضاك غايه هم بيسعوا ليها. بصراحه رغم ان هو كان بيتكلم بطريقه هاديه، لكن انا ما قدرتش اشوف خالص وجهه نظره دي غير انها مرض، وان اي حد هيتبنى نفس وجهه النظر دي يبقى عنده مشكله، عنده مشكله نفسيه كبيره يعني. المشكله ان لما فكرت وقعدت اراقب ولما كبرت اكتر في السن وقعدت ابص حواليا في التعاملات، اكتشفت ان المدرسه بتاعته دي اللي هو بيتعامل بيها هي مدرسه الاستخسار. مش هو بس اللي كان بيعملها، ناس كتير جدا حوالينا بيعملوها. تعمل مجهود جبار فيتقال لك تمام بس كان ممكن احسن، تقدم فوق طاقتك يتقال لك كويس بس في حته ناقصه، تقيد صوابعك ال10 شمع يتقال لك انت ليه ما عندكش 11. المصيبه والمشكله انك لما بتيجي تبص على الطرف الثاني ده اللي هو المتقنعر الباحث عن الكمال، بتلاقيه ما قدمش حتى ربع اللي انت قدمته. هو كل دوره في الحياه ان عينه تلقط الحته الناقصه بس. من وقتها بقيت بنفر وبقرف من اي شخص او مكان مش بيشوفوا غير الحته الناقصه، ولو ما لقاهوش بيخترعوه. غباء ناس كتير بقى مخليهم فاهمين ان التقدير رفاهيه، وان الاعتراف بتاع حد ممكن يبوظه، وان الكلمه الحلوه ضعف. عشان كده حاول دايما تكون من الناس اللي بتكمل الحته الناقصه في حياه غيرها، مش من الناس اللي بيخلقوها.